السلام عليكم. إن يكون عندك جهاز نضيف في دورة الوقود دي حاجة مهمة جدًا، لأن زي ما حضرتك شايف كده المحركات بقت complicated أوي، ودوائر الوقود بتاعتها بقت نوعًا ما معقدة، وأصبح عندك nozzles وفتحات ضيقة جدًا، فالشوائب هتبتدي إن هي تعمل لك مشاكل كتير أوي. يعني مثلًا المكنة اللي قدام منك دي شغالة على نظام المسطرة أو على نظام الcommon rail، فبيكون في عندك الطرمبة الجميلة دي اللي هي راكبة عندك على الfly wheel، فإذًا في عندك direct drive على الطرمبة دي، بتاخد الفيول بتاعك وبتتم عمليات الفلتره، وبعد كده بتودي الفيول المضغوط بضغط كبير جدا الى المسطره، ومن ثم هذه المسطره بتبعت الفيول المضغوط او الجاز المضغوط الى الرشاشات. فتعالى حضرتك اوري لك الفونيا بتاعه الرشاش دي عامله ازاي، وايه اهميه ان انا ابعت لها جهاز نظيف. ده كده حضرتك شكل الرشاش اللي احنا بنستعمله في دوائر الكومون ريل او المسطره. بيكون في عندك هنا الانبوت اللي هو الدخل الجاز اللي جاي مضغوط من المسطره، بيكون في عندك فتحه زي ما حضرتك شايف كده بتاعه الاوفر فلو عشان ما عرضهاش يعني الراجع، وبيكون عند حضرتك تحت في النوزلز اللي بيبتدي يطلع منها السبراي بتاع الجاز المضغوط. تمام كده. فلاحظ حضرتك هنا الفتحات بتاعه النوزل، اعتقد ان هي واضحه وباينه، يعني انا بحاول اثبت ايدي على قد ما اقدر اهو، بحاول اثبت ايدي. بص حضرتك الفتحات قد ايه صغيره، فوانس ان حضرتك حصل ان في شوائب ابتدت ان هي تدخل، وهذه الشوائب صحيح هتعدي على كذا مرحله من الفلتره، ولكن وارد جدا ان يعدي بارتكل صغير قوي يبتدي ان هو يسد لي النوزل الصغيره اللي هي موجوده في التب بتاع الرشاش، فده هيعمل لي مشكله كبيره جدا ويؤثر عندك على اداء الرشاش بتاعك، ومن ثم يؤثر على اداء المحرك بتاعك. فلازم يكون الجاز اللي جاي عندك للنقطه دي جاز نظيف جدا جدا علشان خاطر ما يعمليش مشكله. وبالمره بما ان انا مسكت لك الرشاش ده في ايدي هراجع لك على معلومه كده علشان خاطر تاخد المعلومه كامله يعني بتاعت الكومون ريل. فاكر عندك انا كنت قلت لك ان الرشاش ده بيبقى راكب عليه ترميلتين، تمام، ترميلتين كهرباء، واحده بنفترض ان هي ارضي ثابت جاي على طول من الكارته، والطرف الثاني ده اللي هو بيتغير ايه، بيتغير بناء على حساس الكامه، والله بيقول للكارته المحرك موجود في انهي حته بالظبط. تمام. وبالتالي وانس عندك هنا حساس الكامه بعت الاشاره بتاعته، بتبتدي الكارته ان هي تخرج عندك على الرشاش المطلوب ان هو يرش دلوقتي كميه الجاز. وحضرتك احنا كنا بنتحكم تمام في الار بي ام بتاع المحرك ازاي؟ عن طريق كميه الجاز. طيب كميه الجاز بنتحكم فيها ازاي يا فندم؟ بنتحكم فيها عن طريق الزمن بتاع الاشاره. يعني حضرتك انا امتى هبعت الاشاره دي نقطه، النقطه الثانيه الاشاره دي هتلاست او هتريمين او هتفضل موجوده مده قد ايه، هتفضل موجوده مده قد ايه، هي دي اللي بتحدد لي كميه الجاز المحقونه. وعلشان خاطر تراجع الكلام ده بشكل اكبر هتلاقي ان في فيديو عندك موجود على القناه بيشرح لك نظام الكومون ريل. تمام. فبما ان الرشاش كان في ايدي يعني انا قلت راجع لك هذه المعلومه. وعلشان بقى اضمن ان الجهاز اللي جاي لي ده ويخش على كل الكومبوننتس اللي اتكلمنا عليها، وايا كان نظام الحقن اللي عندك، يعني لو كانت حتى يونت انجكتور، ديستريبيوتر بامب اللي هي ترومبه الاسبراتير، او حتى الترومبه العاده اللي هي الانلاين بامب، فلازم يكون في عندي فلاتر. الفلاتر دي تضمن لي ان الجاز اللي جاي ده هو جاز تمام ونضيف جدا. زي ما حضرتك شايف كده الاولاني ده عندك هنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ووتر سيباريتور. ده حضرتك اللي بيبتدي يفصل الرطوبه عن الجاز. وزي ما حضرتك شايف كده ان السيبريتور ده مجهز عندك ببلف كهرباء. البلف ده يسمح لي ان انا عن طريق الشاشه اللي موجوده عندي فوق او الانترفيس، يعني ان انا اعمل درين للميه، لان زي ما انت عارف الميه اتقل من الجاز. فعلى حسب الريتنشن تايم اللي موجود عندك، على حسب ما انا هنزل كميه ميه قد ايه في الحيز اللي موجود تحت ده، واقدر عن طريق الفيشه تمام اللي موجوده عندك هنا والبلف الكهربي ده ان انا اعمل درين للميه. وراه على طول تمام بيبقى راكب عندك الفلتر، تمام، اللي هو بيبتدي يفلتر الجاز عندك من الشوائب. وطبعا الفلاتر دي بيبقى ليها بروستي او نفاذيه معينه بحيث ان هي تقدر تحكم اكبر عدد من الشوائب ويبقى طالع عندك الجهاز بتاعك نضيف وزي الفل. ولكن النقطه بقى اللي انا جاي اكلمك عليها ان هذه الفلاتر سعرها غالي. تمام. وكمان الفلاتر دي محتاجه ان هي تتغير على عدد ساعات تشغيل. تعالى كده نشوف عدد ساعات التشغيل اللي انا المفروض اغير عليها الفلاتر بتاعتي للمكنه الفولفو دي. طيب شوف سعادتك كده جدول الصيانه بيقول لك الوقت اللي انت تغير عليه الفيول فلتر اهو، تشينجينج ذا فيول فلتر. تمام. فالراجل ماشي معاك وقال لك والله كل 1000 ساعه
حضرتك لازم تغير الفيول فلتر، ولازم حضرتك تغير الفيول بري فلتر اللي هو الفاصل، وهتغير عندك الفلتر الاساسي. طيب هل في طريقه بحيث ان انا اغير الفلاتر دي على وقت اطول، او لو انا كنت بجيب جاز وحش تمام من السوق ومش عارف اوصل حتى لل1000 ساعه اللي هو بيقول لي عليها دي، هل في طريقه تساعدني ان انا اطول عمر الفلتر شويه؟ في طريقه سهله ورخيصه، تعالى اوريها لك لما ننزل على المعده. الحل بقى هو في المصفى الجميله اللي حضرتك شايفها دي. لاحظ معايا ان ده حضرتك خرطوم الجاز اللي هو جاي عندك من التانك بتاعك، وبعد كده بطلع بلاقي ان في عندك هنا الهيتر تمام اللي هو بيدفي الجاز في الاجواء البارده، وبعد كده بيكون في عندي نون ريتيرن فالف، وبعد كده بيكون في عندي وش المصفى. فتمام ده الانبوت وده الاوتبوت بتاع الجاز اللي طالع من المصفى بتاعتي. لاحظ المصفى دي سعرها رخيص جدا ومتوفره في السوق المحلي، وحضرتك تقدر ان انت تشتريها وتعمل لها انستول تمام، حتى لو هي مش جايه فابريكا في المعده او في الونش بتاعك او في ايا كانت تمام، لو كان جنريتور او وات ايفر كان الديزل بتاعك ده بيخدم على ايه. ولو جيت حضرتك بصيت كده جوه وتشوف كده المصفى دي موجود فيها ايه، بمنتهى البساطه ان هي موجود فيها عندك هنا 2 كومبوننت. الكومبوننت الاولاني تمام بيبقى فيه عندك هنا مصفى شبك تمام. المصفى الشبك الجميله اللي موجوده عندك دي بتبتدي ان هي تعمل ايه؟ الجاز وانس ان هو دخل عندك من الوش هنا ابتدى ان هو يملأ الحيز اللي موجود عندك، فعلشان خاطر يطلع بقى من الفتحه اللي موجوده فوق دي تمام لازم يعدي تمام من الشبك بتاع المصفى تمام، الشبك بلاستيك يعني عموما كده تمام، فيقدر ان هو يعدي من الشبك بتاع المصفى وبعد كده يروح يكمل في دايره الجاز بتاعتك. فحضرتك تمام بتبتدي الشبكه البلاستيك دي تلقط عندك شوائب كتير قوي، ووانس حضرتك ان هي اتسدت تمام وابتدى يحصل عندك هنا في خنقه تمام في الجاز بتاعك، تقدر حضرتك بمنتهى البساطه ان انت تحل المصفى الجسم عندك هنا البلاستيكي اللي بره ده، وتقدر حضرتك ان انت تنظف تمام المصفى البلاستيك اللي موجوده عندك والشبكه البلاستيك دي وتقفلها تاني كانها زيرو وكانها لسه جديده، وبالتالي تمام هي شالت عنك حاجات كتيره بتبقى رواسب موجوده في الجاز بتاعك، نظفتها وركبتها تاني، فاذا هي سستينابل شغاله معاك الله ينور تمام ومش بتزعل زي الفلاتر. الحاجه الثانيه اللي موجوده لو انت جيت بصيت تحت كده هتلاقي ان هنا في عوامه تمام، فبحيث حضرتك مثلا لو انت المعده بتاعتك راكنه مده وكان في عندك هنا رطوبه اتكونت، فبيبتدي حضرتك هنا العوامه دي ان هي مع كل الرطوبه ومع كل الميه اللي بتتكون نتيجه الريتنشن تايم، لان الجاز موجود في الحيز ده مده، فايه اللي بيحصل عندك هنا؟ بتبتدي العوامه دي ان هي تعلى، فوالله برضو بتقول لك تمام ان مستوى الميه عندك هنا او مستوى الرطوبه عالي في الجاز، فتقدر حضرتك من الفتحه اللي موجوده تحت دي تمام ان انت تبتدي تهرب الميه، فاذا هي شغاله معاك فلتره وشغاله معاك فاصل، والدنيا جميله وسستينابل وزي الفل، سعرها قليل، وهتحافظ عندك على فلاتر الجاز بتاعتك بدل ما انت كل شويه عمال بتغير فلاتر بسبب ان الجاز بتاعك مكعبلك والجوده بتاعته رديئه. لا، ابتدت عندك هنا المصفى دي ان هي تحل لك مشكله كبيره قوي وتوفر عندك فلوس كتير. في نهايه الفيديو ده اتمنى تكون استفدت. كل مهندس صيانه يبتدي ان هو ينفذ ويوفر للشركه بتاعته في الفلاتر اللي عمال يهدرها، وما تنسانيش بقى لما تاخد مكافاه من المدير بتاعك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.